السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللي ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات كما كتشوفوا معايا في الشكل ديالهم، كيجيو رائعين وحتى في المذاق ديالهم بنان. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اللي ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بالطون والبيض، كيجيو بنان بحال اللي انا كناكلوا بريوات بالمخ. بسم الله، غنبدا معكم بالمقادير والطريقه ديال التحضير. هنا خديت 3 ديال البيضات. في 3 البيضات كنديروا 3 الفرماجات وحك ديال الطون وشويه ديال القزبور ومعدنوس. المهم نتوما تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر وما تنساونيش من اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بالخير. هنا كما شفتوا معايا درت 3 ديال البيضات. كنخلط البيض مزيان، كناخذ مقله كندير فيها واحد شويه ديال الزيت، كندير فيها البيض راني درت فيه واحد شويه ديال الملح. البيض كنبقى نحركو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، كنبقى نحرك فيه بحال كما شفتوا معايا، يعني كنبقى نحرك فيه، ما كنهداش عليه من التحراك حتى كيطيب ليا داك البيض وكيولي صافي. كنبقى نحرك فيه كما قلت لكم بهذه الطريقه هذه حتى كيطيب لينا داك البيض. ملي كيطيب داك البيض وحنا كنحركوا فيه حتى كيولي عندنا طريفات صغيورين. هانتوما غتشوفوا معايا بهذا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، يعني كنبقاو نفرتتو في داك البيض وحنا راه شاعلين عليه البوطه، يعني هنا راه باقي ما طفيناش عليه. صافي كنخدموا بهذه الطريقه هذه، ولا كناخذوا حتى فرشيط، يعني كنبقاو نمعسوه بالفرشيط حتى كيولي عندنا طريفات صغيورين. صافي هنا كنبقاو نخدموا في البيض ديالنا كما قلت لكم بهذه الطريقه حتى كيولي عندنا البيض على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، كيكون عندنا بهذا الشكل. صافي هنا كنطفي على البيض وغندوز نزيد عليه باقي المكونات ديال البريوات ديالنا. هنا كناخذ شي بول كندير فيه البيض ديالنا كما قلت لكم، بعد ما فرتتناه مزيان كنزيد عليه حك ديال الطون. هنا حك ديال الطون، كنزيد حك ديال الطون مصفينه من ديك الزيت اللي فيه. كنزيد واحد شويه ديال القزبور ومعدنوس، تقريبا واحد معلقه كبيره. هنا كنزيد فرماج ما بين 3 حتى 4 ديال الفرماجات. انا كما شفتوا معايا درت 4 ديال الفرماجات، وغنزيد واحد شويه ديال الملح وواحد معلقه صغيره ديال الكمون وشويه ديال البزار، واحد معلقه صغيره ديال الهريسه. هنا الحار كيبقى لكم نتوما الاختيار، القياس اللي بغيتو كديروه. هنا معلقه صغيره راه ما جاوش حارين. صافي كنخلط مزيان هاد المكونات هادو كما شفتوا معايا. صافي كما شفتوا معايا كنخلطهم مزيان. هنا راني زدت مازال واحد شويه ديال الحار. ملي كنخلطهم مزيان كتجي هاد الخليط هذا على هاد الشكل هذا. كناخذ ورقه ديال البسطيله، هنا تقريبا 4 ديال الورقه غتقدني في هذا القياس هذا اللي عطيتكم. صافي هنا عندي نص كيلو ديال الورقه، غناخذ منها غير النص وغنقطعها كما غتشوفوا معايا. صافي كنحيد لها داك الجناب كاملين اللي كيكونوا ناشفين كما كتشوفوا معايا، كنحيد لها هاد الجناب هادو كاملين باش تجينا ديك الورقه مزيانه، ولكن كيكونوا ناشفين هاد الجناب هادو، وفي نفس الوقت كتجينا ديك الورقه مقاده. صافي كنقطعها على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. واحد الاولى اللي كنقطعها كناخذ بها العبار كما شفتوا معايا، يعني كنقطع الاولى وكنبقى ناخذ بها هاد العبار باش يجيوني داك البريوات كلهم قياس واحد. صافي هنا من بعد ما قطعتهم كاملين دابا غندوز نعمر معكم البريوات. هنا كناخذ الورقه، الجهه اللي كتكون حرشه ديما هي اللي كتشوف اللي عندي، يعني اللي كنحط اللي كتشوف اللي عندي، والجهه اللي كتكون ملسه هي اللي كتكون لتحت. كندير فيهم معلقه ديال الحشوه ديالنا. هاد البريوات هادي راه كيجيو رائعين، كيجيو بحال الا كناكلوا بريوات بالمخ، راه كيجيو بنان. صافي كندير واحد المعلقه ديال الحشوه كما شفتوا معايا، وغنبدا نطوي معكم البريوات. هنا الطويان ديال البريوات ساهل كما غتشوفوا معايا. كنطويهم بهذه الطريقه هذه، كنحطوا المعلقه ديال الحشوه صافي، وكنحاولوا نقادوهم على الشكل ديال البريوات، وكنبقاو نتنيفوا البريوات ديالنا وكنزيروهم. صافي انا ملي غنعمر البريوات ديالي بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا، يعني كنهز الطرف الاول ديال الورقه صافي كنحطوا على الحشوه ديالنا وكنبدا نتنيف البريوات.
صافي انا غنكمل البريوات ديالي كاملين بهذه الطريقه هذه، يعني غنطويهم كاملين على الشكل ديال البريوات. وانتم كيبقى لكم الاختيار انكم ديروا لهم هكا يعني بريوات، ولا ديروهم على السيجار. حتى السيجار حتى هما راه كيجيو زوينين وساهلين. صافي انا كنحيد هاد الورقه اللي كتكون عندي هنا زايده. هنا في الجبانيه خلطت واحد شويه ديال الدقيق، زدت عليه واحد شويه ديال الماء صافي. وكنقطع ديك الورقه اللي كتكون عندي زايده كما كتشوفوا معايا، وكنلصقها وكنلصق ديك الطريف باش ما كتحلش لينا ملي نقليوها، ما كتحلش لينا البريوات ديالنا، ما يتحلوش لينا في الزيت. صافي انا ملي غادي نسالي غندير الزيت ديالي كتسخن مزيان الزيت، عاد نبدا نقلي في البريوات. هنا راني ساليتهم كاملين كما شفتوا معايا. ديك الكميه كتعطيني تقريبا واحد 20 حبه ديال البريوات. هنا الزيت كتكون سخونه، وكنقصوا العافيه وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم باش كيجيونا طيبين مزيان وكيجيونا مقرملين. يعني كنقصوا العافيه وكنخليهم حتى كيطيبوا بشويه على المهل. كنبقى مره كنقلب فيهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. كنبقى نقلب فيهم حتى كيتحمروا ليا، كياخذوا ليا داك اللون الزوين، يعني داك اللون ديال البريوات. صافي ملي غيتحمروا البريوات ديالي غتشوفوا معايا الشكل ديالهم كيجيو رائعين. يعني كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الله يجازيكم بالخير باش الفيديو يطلع للناس اخرين. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. صافي من بعد ما غنسالي البريوات ديالي غتشوفوا معايا الشكل ديالهم بعد ما طيبتهم. كيجيو رائعين، كيجيو محمرين، كيجيو زوينين كما كتشوفوا معايا في الشكل ديالهم. وحتى في المذاق ديالهم كيجيو رائعين بحال الا كناكلوا بريوات ديال المخ. كيجيو شي حاجه بنينه بزاف. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. الله يجازيكم بالخير، ونتلاقى معكم ان شاء الله فيديو الجاي.